السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وتوقعات جديدة والتوق... والتوقعات اللي معانا النهاردة هما 3 ماتشات مهمين جدا. طبعا مبروك للناس اللي كسبت امبارح. الناس الجديدة اللي لسه بتتابعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان نوصلك التوقعات كلها. زي ما قلت النهاردة احنا هنتكلم على 3 ماتشات مهمين جدا. خلينا الأول ندخل على الدوري الإيطالي. ماتش روما وبولينيا. الماتش ده بيتلعب في ملعب الأولمبيكو بتاع روما، فهنقول فوز روما. الماتش التاني انتر ميلان واي سي ميلان. طبعا انتر ميلان لو كسبت الماتش ده هتاخد الدوري. الملعب طبعا في ميلان في ايطاليا، ده الديربي، ومهم جدا ان الانتر يحسم الدوري قدام الميلان. طبعا الميلان خسر اخر ماتشين في الدوري الاوروبي قدام روما، وانتر ناسيونال اخر 3 ماتشات بيجيب هدفين على الاقل في كل ماتش، فهنقول فوز الانتر. الماتش التالت اللي معانا هيكون في الدوري الاسباني، هو الماتش بتاع اشبيلية وريال مالوريكا. هنقول فوز اشبيلية. طبعا انت عايز تقول فوز او تعادل اشبيلية برضو براحتك اهو، او لو عايز تقول فوز او تعادل تقدر تغيرها من جوه الريت بتاعها 1.26. بس الماتش في ملعب اشبيلية وانا بشوف ان اشبيلية اقرب للفوز، بس الناس برضو اللي عايزة تعمل فوز او تعادل براحتها. يبقى احنا كده معانا 3 ماتشات. 3 ماتشات الريت بتاعهم مضروب في 9.9، يعني يعتبر مضروب في 10. يعني لو حطيت 100 يرجعولك تقريبا 1000. ده لو انت هتعمل القسيمة دي مجمعة 3 ماتشات مع بعض. لو عايز ترمي على ماتش فيهم واحد مضمون، هو تقريبا ممكن ترمي على ماتش الانتر، فوز الانتر. طبعا في نهاية الحلقة بشكركم على حسن المتابعة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وده برضو رقم القسيمة لو حد عايز يعملها بال3 ماتشات اللي احنا اخترناهم. بشكركم ونتقابل في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.